السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أدعوكم بالله عليكم ركزوا في كل حرف هيتقال في الفيديو ده. عبد الفتاح السيسي في قطر عايز فلوس. قطر لا ترعى المفاوضات القائمة الآن، القاهرة اللي بترعاها. نتنياهو كان له شروط، وترامب كان له شروط، وحكومة القطاع كان لها شروط. راحوا لحل وسط برؤية ترامب، 8 أفراد من داخل القطاع يخرجوا. حكومة القطاع قالت كل اللي عندي يخرج، والعملية العسكرية تتوقف تماما. الإعلام الإسرائيلي، الإعلام العربي، الإعلام الأمريكي كان بيتكلم عن صفقة تبادل قد يعلن نتيجتها في يوم الثلاثاء، بكرة بالليل تعلن النتيجة. تمام؟ أنت مركز؟ فين عبد الفتاح السيسي؟ في قطر. أوكي. حكومة القطاع النهاردة راحت بالوفد بتاعها لمصر، للقاهرة اللي بترعى المفاوضات، اللي بتدير الليلة. حكومة القطاع رايحة ومعاها ملفين او طلبين، الطلب بتاع نتنياهو والطلب بتاع ترامب. راحت لمرحله وسط وقالت نوازن الامور ما بين الطرفين وما بين الحاجتين ونروح. تفاجئت حكومه القطاع بان مصر بتقترح عليها اقتراح جديد في ظل اللي بيحصل في الجيش الاسرائيلي، في ظل حاله الانقسامات وحاله الخروج وحاله الضباط والجنود اللي بيعلنوا ان هم مش هيخوضوا العمليه العسكريه، في ظل ان موقع ومجله 972 الاسرائيليه بتقول ان اكثر من 100,000 جندي احتياطي لن يؤدوا الخدمه العسكريه، في ظل كل وسائل الاعلام اللي بتتكلم عن الجنود بتوع الموساد وضباط الموساد وغيره 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 بيعلن انه مش هيدخل العمليه العسكريه. مصر النهارده بتفاجئ حكومه القطاع وبترجعها للنقطه سالب مش النقطه صفر في المفاوضات. مصر طلبت بقى من حكومه القطاع اخراج كل اللي عندك مقابل هدنه 45 يوم تخش لك فيها شويه مساعدات. كل اللي عندك يخرج مقابل هدنه هتدخل فيها مجموعه من المساعدات. مصر طلبت في المقترح بتاعها رؤيه نتنياهو بان اول يوم يخرج 11 واحد، مش رؤيه ترامب ولا رؤيه حكومه، لا رؤيه نتنياهو. وطلبت من حكومه القطاع شويه طلبات كده، وجت مصر على اهم طلب من حكومه القطاع، هو اصلا مش ضمن المفاوضات القائمه. يعني المفاوضات لم تتحدث عن الطلب اللي مصر طلبته من حكومه القطاع النهارده، اللي هو ايه؟ تسليم العتاد العسكري بتاعك. ولا نتنياهو طلبه وحطه ضمن المفاوضات، ولا ترامب طلبه وحطه ضمن المفاوضات. مصر جدعنه من عبد الفتاح السيسي اللي اقترحت الطلب ده دلوقتي. والمفترض كان بكره الثلاث هتعلن النتيجه عن المفاوضات وايقاف العمليات العسكريه اذا وافقت حكومه القطاع على المقترح بتاع ترامب او بتاع نتنياهو. فحكومه القطاع راحت لقت مصر بتديها مقترح ثالث جديد بقى. احنا ناخد اللي عندك، ده مصر اللي بتقول، مصر السيسي اللي بتقول لحكومه القطاع هتسلمي اللي الخراج اللي عندك كلهم هدنه 45 يوم بقى كفايه. ده المقترح المصري. وايه بقى؟ وتسلمي العتاد العسكري بتاعك. انت متخيل؟ ده في توقيت ايه؟ شوفوا صحيفه ارتس، شوفوا صحيفه يديعوت احرنوت، موقع ولا العبري، اسرائيل هو يوم الداعم لنتنياهو، القناه 14 بتاعت نتنياهو، شوف بن غفير وسموتريتش، شوف صفحه نتنياهو، شوف يائير لبيد زعيم المعارضه الاسرائيليه، شوف نفتالي بنت رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، شوف يهود اولمرت، يهود باراك، شوف غانتس ليبرمان، شوف 3 من كبار رؤساء الموساد، شوف ضباط الوحده 8200 عن الجنود اللي مش عايزين يأدوا الخدمه العسكريه في الجيش الاسرائيلي. يعني في الوقت اللي هناك ضغوط على نتنياهو بتحصل بالشكل ده، المفترض مصر الطبيعي بمكانتها والعروبه تكون وسيله ضغط لايقاف اللي بيحصل. لا، راحت مرجعه الليله كلها للنقطه صفر. فايه اللي حصل من وفد حكومه القطاع؟ غدرت مصر بدون اتفاق. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هتقول لي اصلا يا ابني والله فاكرين لما كان موضوع ترامب اول ما اتكلم عن موضوع التهجير وخرجت بعض الناس تقول لك نصطف؟ قلت لكم قسما بالله عز وجل انت تصطف مع اي كائن بشري على وجه الارض الا عبد الفتاح السيسي وابن سلمان وابن زايد. لو حضرتك ما بتعرفش سياسه ومحتار تكون في انهي صف، بس انت عندك النيه والغرض انك تكون في صف الحق، شوف السيسي وابن سلمان وابن زايد فين، غمض عينك واختار الصف البديل له، هتلاقي نفسك مع الحق اوتوماتيك. يعني انت لو ما عندكش قدره على التمييز في الحق من خلال الاعيب السياسه، شوف السيسي ابن سلمان ابن زايد فين، انت غمض عينك اختار العكس، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بقيت في صف الحق ورب العزه هيرضى عنك. في الوقت اللي نتنياهو واعلامه، في الوقت اللي الكيان الان بيتكلم عن الوضع الاقتصادي والطوابير اللي بنشوفها، في الوقت اللي بيحصل كل ده والضغوط والمظاهرات، السيسي يقول لنتنياهو بوسه. ما هو ابن ملكه تاني، ما هو ابن ملكه.
قال لك امن وسلامه المواطن الاسرائيلي. انت محتاج منه ايه؟ يعني هو ما قالش امن السيده انتصار، ولا جاب سيره امن البنت بنوته آية، ولا امن المواطن المصري. سيبك من الغزاء ده مالناش دعوه بيه. هو قال لك امن وسلامه المواطن الاسرائيلي فقط لا غير. ضرة صناعتهم، ضرة. عارف يعني ضرة الصناعة؟ يعني تجيب لي مفاعل ديمونة وبن غريون ومشيديان وجولدمائير ونتنياهو والشارون وكل ده وبريز وكله حطوهم في كفة، وصباع عبد الفتاح السيسي هو ضرة صناعة إسرائيل بهم كلهم. ليه؟ لأنه رجل بر بإسرائيل، الدولة المحترمة الكيوت الكويسة اللي كل هدفها ناحية مصر الخير. فروح مرجع حكومة القطاع للنقطة صفر، علشان يدي المبرر والذريعة لنتنياهو ان يستمر في اللي بيحصل في القطاع. فقال لك احنا بقى ايه؟ تسليم العتاد العسكري. ايوه يالا، ويسلموه يبقوا زيك يالا. لما حمدتي ده انت بص يا راجل، ده انا لو كبير عيله، يعني انا كبير قبيله كده، انا الكبير، انا الشيخ بتاعهم، وحمدتي عمل حد كده في حاجه في اولادي زي اللي حصلت لجنود وضباط الجيش المصري، وحمدتي عمل كده، يمين بالله ما انام ولا يجي لي نوم الا لما اخد حقهم بالعدل والقانون وبكل شيء يرضي الله عز وجل والقانون الدولي. فطبيعي يالا، طبيعي هو شاف جنوده وسابهم يتعمل فيهم كده، هو عايزك شبهه، عايزك زيه، هو عايزك زيه بس مش اكتر. ابي احمد يعني من صباع رجل السيسي لغايه شعر راسه، لا يعني بص، ده طعم السيسي من كل حاجه، من كل حته. ده طعمه في بناء سد النهضه، وده طعم الصبر الاستراتيجي في الجيش المصري. الجيش المصري عنده صبر استراتيجي انك تعمل فيه كل حاجه. اعمل في الجيش المصري كل حاجه. خد ارضه، عنده صبر استراتيجي. بيع ارضه زي ترانو صنافير وراس الحكمه وشركات بلده، عنده صبر استراتيجي. خد نهر النيل منه، عنده صبر استراتيجي. اعمل في خليه يبيع خيار وقته، خليه يبقى بتاع كوسه، خلي الجيش المصري يعمل ويبيع كحك العيد، هيبقى عنده صبر استراتيجي. بس ما تقربش الكرسي الحكم عشان ما عندوش صبر استراتيجي، عنده انقلاب استراتيجي. ما تقولوش يا جيش مصر من اين لكم التخمه والمليارات اللي خدتوهم من البلاد. ما عندوش صبر استراتيجي. بيع البلد وارهنها، عنده صبر استراتيجي. تعاون مع اسرائيل الدوله المحترمه اللي راضيه بكل خير لمصر، الجيش المصري تلاقي عنده صبر استراتيجي. اما انك تبقى رافع راسك ما عندوش صبر استراتيجي. الناس كان بتقول خلاص احنا رايحين لمرحله ان في صفقه، وهناك ضغوط عسكريه وضغوط مدنيه وضغوط اعلاميه وضغوط شعبيه وضغوط مستوطنين واهالي الناس وضغوط مجندين وضغوط ضباط واستقالات واقالات وحاجات وبينات ووثائق بتعرض امام نتنياهو ليلا ونهارا. عدد كبير بيغادر الخدمه، السيسي يقول له خالو نتنياهو لا تحزن اني معك، هوب يرمي له الحجاره في قلب الميه، يفعتش له المفاوضات كلها، حكومه القطاع تغادر وتسيب القاهره. والله العظيم الواحد ببقى يعني اما ببص الاقي بعض الناس كده احسبهم على خير، ويتكلموا احيانا يقول لك بس والله انا عايز السيسي ده يعمل كذا وهنصطف معاه. ببقى حاسس الناس دي غلابه يعني. وعلى فكره بس بالمناسبه عشان ما حدش يجي لك اصل ده المقترح مصري، المقترح مصري، يعني اللي اقترح ذلك مصر، المخابرات المصريه. والدليل ان حكومه القطاع بتقول فوجئنا. يعني ما هو طبيعي انت لما بتروح مفاوضات بتروح بناء على ايه؟ 1 2 3 4 نقاط انت رايح تتفاوض عليه، صح؟ ده اللي كان عند حكومه القطاع، كان رايح تتفاوض عليه، وكان رئيس الحكومه يعني هو رايح بنفسه يتفاوض عليه. قالوا له لا 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 والله احنا دلوقتي محتاجين مقترح ثالث بقى. ليه؟ ما هو انت برضه شغل دماغك. ابراهيم عيسى قال لك ان السيسي اخذ 94 مليار دولار نتيجه لموقفه المشرف ناحيه حكومه القطاع ومساندته لرئيس الوزراء الاسرائيلي المحترم بنيامين نتنياهو. فالسيسي اخذ 94 مليار دولار. الفيديو ده بتاع ابراهيم عيسى، فيديو ابراهيم عيسى اللي ايه؟ الممول من قناته الحره الامريكيه، واللي رفضوه اول امبارح عشان قناته الحره باللغه العربيه قفلت، رفضوا ابراهيم عيسى وقالوا لنا احنا اللي ممولين. انا اللي شغال بتليفون، وعمرو اديب اللي شغال في قناه الام بي سي بيقول احنا اللي ممولين، ونشأت الدين اللي شغال في قناه تن الاماراتيه احنا اللي ممولين، ومحمد الباز اللي شغال في قناه المشهد الاماراتيه احنا اللي ممولين، اللي احنا شغالين بموبايل. المهم السيسي اخذ 94 مليار دولار. هو برضه لو العمليات العسكريه اللي في القطاع دي توقفت، انا هعرف اخد فلوس من اوروبا تاني ازاي؟ انا راجل كل يوم باخد قروض قد الدنيا، هاخد فلوس ازاي؟
طب يا ريس المشاهد اللي بتحصل ابو كف رقيق وصغير، يا ابو كف، والمشاهد اللي بتحصل داخل القطاع الا تحرك فيه يا ابني؟ تحرك فيها ايه؟ بقول لك انا عبد الفتاح السيسي ملكه تاني، تحرك انت فيك ايه؟ السؤال اللي برضه عايز اساله لحضراتكم، لو الحكومات العربيه مصر والاردن تحديدا ومعاهم الامارات في السكه والسعوديه لو مش متفقين على المشهد العام اللي بيحصل لاهل القطاع، السؤال المنطقي اللي حضراتكم اسالوه لنفسكم، راحت فين حتى فكره الطائرات اللي كان بتنزل مساعدات؟ مش موجوده. ليه؟ كل اللي بيتم ده بمنفذته منهم هم. الانظمه دي عارفه ومتاكده، كل واحد فيهم بيقعد مع اهل بيته وبيبصوا لبعض كده وعارفين اللبن منزوع الدسم، الشخص منزوع الكرامه ومنزوع الشرف، هم فاهمين اللعبه دي. بس هو بيبقى قاعد مع اهل بيته، طب اعمل ايه يا انتصار؟ مش حابه على الكرسي، تقول له يا اخويا الشرف، يقول لها ما هو راح من زمان يا انتصار، بس الكرسي ده احنا هنتصر لو اتشلنا من على الكرسي في ميدان التحرير هنتظبط. كذلك ابن زيد بن سلمان، فكلهم فاهمين اللعبه، هم عارفين. لذلك اهو النهارده داخلين في 40 يوم 45 يوم ما دخلتش حبايه دقيق، حبه دقيق، ولا دخلت حبه رز، ولا دخل قاروره ميه، ولا دخل اي حاجه للقطاع، وكل ساكت ومستمتع. واليابان بتتظاهر، واستراليا بتتظاهر، وسكان جزر سليمان بيتظاهروا، وكندا وكل اصقاع الارض، تايلاند، بنجلاديش، تايوان نزلوا مظاهرات، كله بيتظاهر، سنغافوره، باكستان، كله الا الامه العربيه وخاصه الانظمه مصر، الامارات، السعوديه، الاردن، كله ساكت. ليه؟ لان اللي بيحصل منفذته. وصلنا للمفاوضات، راح السيسي زائق المخابرات المصريه، راح المخابرات المصريه لوفد حكومه القطاع قال له خد وفد جديد، مقترح جديد اهو، اقعدوا بقى شهر كمان تدرسوا فيه لغايه ما صديقنا عزيزنا روح القلب وقره العين بنيامين نتنياهو يحاول يخرج من مأزق الانشقاقات والانسحابات اللي بتحصل في الجيش الاسرائيلي علشان يرفض المقترح اللي انتوا كمان هتوافقوا عليه بعد شهر، وما يهمناش اللي بيحصل داخل القطاع. دي مصر مع عبد الفتاح السيسي. سلام عليكم.